هلو، ازيكم؟ كويسين زي الفل. يلا بينا. بتبدا الحكايه في غابه مخيفه قوي. بنلاقي ولد صغير بيجري وهو مرعوب، وسامع في الخلفيه صوت لوحش مخيف جدا، وحش بيخلص على ابوه. ولكن طبعا الولد الصغير ده مش هيقدر ينقذ ابوه، فبالتالي هو هرب علشان ينجو بحياته، وابوه بيموت. واليوم ده بيعدي والولد الصغير ده بيكبر وبيبقى شاب، وبيفضل يروح لنفس المكان اللي والده اتقتل فيه، ودايما حاسس بالذنب علشان هو ما انقذش ابوه في اليوم ده وما قدرش يعمل له اي حاجه. فالشاب ده واللي اسمه هنري بيروح لمين؟ بيروح لشيرلوك علشان يحل القضيه اللي ابوه مات بسببها من 20 سنه تقريبا. ده غير ان علشان هنري نفسه لسه بيسمع صوت الوحش ده وبيشوفه لغايه دلوقتي، فهو جاي لشيرلوك من الاخر كده يعني علشان يمسك الوحش ده ويخلص عليه، او على الاقل يعني يثبت ان الوحش ده موجود، لان مفيش حد مصدق هنري لغايه دلوقتي. المهم هنري بيقول لهم ان المدينه اللي هو عايش فيها قاعده عسكريه. القاعده العسكريه دي بيعملوا جواها تجارب جينيه على الحيوانات، وان الحيوان او الوحش اللي معدل وراثيا اللي خلص على والده ده اساسا هربان من القاعده دي، القاعده اللي موجوده هناك من ايام الحرب العالميه الثانيه، وان الوحش ده هربان منها من وقتها وموجود وسط الغابه. اي حد ينزل الغابه لازم بيسمع صوته، واللي هو مخيف جدا. شيرلوك ساله الوحش ده شكله ايه بما انك يعني شفته قبل كده كتير. هنري قال له عباره عن ذئب ضخم قوي وعينيه حمراء ومتوهج كده كانه بينور. شيرلوك قال له بينور؟ انت عبيط يا ولا ايه؟ هو اللي كبير وعينيه حمراء وبينور؟ مفيش حاجه اسمها وحوش يا حبيبي. هنري قال له انا شفته بعيني اكتر من مره. ازاي مفيش حاجه اسمها وحوش؟ انا بقول لك حاجه شفتها مش حاجه حد حكالي عليها. شيرلوك قال له كله هيبان. وعلى طول شيرلوك بيحضر الشنطه بتاعته وبياخد معاه صديقه واتسون وبيروحوا على المدينه اللي هنري عايش فيها. بنلاقي المدينه دي عباره عن مدينه ريفيه وسط الطبيعه كده، وشيرلوك لما بيوصل هناك بيبص على المدينه ككل، بيلاقي فيها القاعده العسكريه اللي بيعملوا فيها التجارب، والمدينه نفسها اللي الناس عايشه فيها، وكمان حقل الغام موجود كده وسط الغابه ومتحوط. فشيرلوك بياخد واتسون وبينزلوا وسط المدينه، وهناك بيتكلموا مع الناس شويه عن الوحش ده اللي بيقول عليه هنري، اذا كان في حد سمع بيه يعني او شافه، وبيطرح ان كلهم سمعوا بيه وكمان سمعوا صوته. ده غير انهم شافوا اثار الاقدام بتاعته واللي بتبقى كبيره جدا. اما هنري على الجانب التاني فكان عند الدكتوره النفسيه بتاعته، وقاعد كده مش بيتكلم غير في الموضوع اياه، لان الموضوع مسبب له ارق ومش راضي يهدى وعمال بيزيد عليه. فالدكتوره قالت له طيب بقول لك ايه، ما تحاول تفتكر اي تفاصيل كده انت ما قلتهاش قبل كده خالص عن الليله اللي والدك اتقتل فيها. هنري قال لها ان هو وقتها شاف علم او قماشه او تيشيرت او هدوم او ايا كان يعني مكتوب عليه الحريه من ايه بقى مش فاكر. فالدكتوره موري قالت له حلو، دي بدايه، حاول تفتكر اي حاجه تانية. وفضلت قاعده قدامه ومستنياه يفتكر اي حاجه. بنرجع تاني لشيرلوك واتسون بيتكلموا مع واحد من السكان المحليين اللي بيأكد لهم ان هو قبل كده سمع صوت الوحش ده، ومش بس كده ده كمان معاه الاثر بتاع رجله، وورى الاثر ده لشيرلوك. ده اللي خلى شيرلوك بدأ يشك شويه يعني ان فعلا في وحش موجود وان الموضوع حقيقي يعني مش اي كلام. فعلى طول بياخد واتسون وبيروحوا القاعده العسكريه اللي بيحصل فيها التجارب، وهناك شيرلوك بيدخل بالكارنيه بتاع اخوه، وطبعا كارنيه اخوه ده يدخل اي مكان لان اخوه مايكروفت ده عظمه كبيره قوي في الدوله. فشيرلوك بيدخل القاعده على اساس انه مايكروفت، والناس كلها جوه بتسمع كلامه ومحدش بيقدر يقول له اي حاجه. المهم بيدخلوا بقى جوه بيبصوا على المعامل وبيفحصوها حته حته سواء شيرلوك او واتسون، وجوه بيقابلهم عالم اسمه دكتور فرانك. لما شافهم سأل الضابط اللي معاهم دول مين، قال له انهم ناس من جهه سياديه جايين هنا علشان يفتشوا المكان، يعني حمله مفاجاه وكده. فدكتور فرانك بيسيبهم يكملوا جولتهم، وهناك شيرلوك بيقابل دكتوره اسمها ستابلون وبيسالها شويه اسئله زي مثلا ايه هي الجينات اللي انتوا بتحطوها في الحيوانات علشان تحولوا الحيوانات جينيا. ستابلون بتقول لهم ابدا يعني انا بحب ادمج اي حاجه في بعضها، مثلا يعني التكيف بتاع الضفادع بحطه في الفئران علشان تقدر تتكيف في بيئات تانية، وحاجات تانية كتيره جدا ولكن عاديه جدا. ما قالتش على حاجه بتحول الحيوانات لوحوش او مثلا تخلي عينيها لونها احمر او تنور. فشيرلوك حس ان ستابلون يعني بتكذب شويه، ومع ذلك سابها ومشي. ولكن اسامه كان خارج من القاعده بيقابله تاني دكتور فرانك. بيقول لشيرلوك بقول لك ايه، على فكره انا عارفك قوي، انت مشهور جدا انت وصديقك واتسون. بص يا ابو شيرلوك هات ده الكارت بتاعي، كلمني نتقابل في يوم ما نقعد مع بعض ونحكي مع بعض واقول لك على كل اللي انت عاوزه. في اللحظه دي بنلاقي رئيس القاعده عمال يبص له من بعيد كده ومتضايق جدا ان فرانك بيتكلم مع شيرلوك، زي ما يكون كانه مش عاوز شيرلوك يتكلم مع فرانك خالص او يعني يطلع له اسرارهم. لكن فرانك ما كانش واخد باله ان رئيس القاعده شايفه اساسا. شيرلوك بيقول لواتسون بعد كده هم راجعين ان هو شاكك جدا في دكتوره ستابلون، وده لانه حاسس او شبه متاكد يعني انها بتعمل تجارب سريه في المعمل، تجارب محدش يعرف عنها حاجه اساسا، ولكن لسه ما مسكش عليها حاجه. المهم بيروحوا بعد كده مره تانية لهنري في بيته. فهنري اول ما شافهم قال لهم على الحاجه اللي افتكرها، الا وهي جمله الحريه من ايه بقى لسه مش قادر يفتكر. شيرلوك قال لهنري حلو قوي، طيب بقول لك ايه، احنا هنرجعك تاني المستنقع اللي والدك اتقتل فيه علشان تفتكر كل حاجه، اللي هو يعني العلاج بالصدمه.
هنري قال له ايه انت عاوز ترجعني هناك تاني المكان اللي ابويا اتقتل فيه؟ انت عاوزني انا كمان اتقتل ولا ايه؟ شيرلوك قال له يا عبيط علشان اشوف الوحش ونخلص عليه. فواتسون قال لشيرلوك اهدى شويه، الوحش ده مش لعبه يا حبيبي، ثم معلش يعني هو انت اتجننت؟ انت عاوز تستخدم هنري ده كطعم علشان توصل للوحش؟ شيرلوك قال له ايوه عادي يعني، امال هنعمل ايه؟ مفيش حل تاني غير كده علشان نشوف الوحش ده بعينينا. ما هو انا معاك يعني يا شيرلوك، بس يعني انت لو شفت الوحش ده هتبقى اخر حاجه تشوفها، مش هتلحق تصوت حتى. لكن شيرلوك كان مصمم، وفعلا بالليل بيروحوا للمكان اللي والد هنري اتقتل فيه. هناك شيرلوك بيقول له واتسون بقول لك ايه، انا عاوزك انت تحوم حوالين المكان كده وتشوف اذا كان الوحش ده جاي من بعيد او ايا كان يعني، وتحذرنا. اما انا فهروح مع هنري في المكان اللي والده اتقتل فيه اللي هو المستنقع. فهم الثلاثه بيتفرقوا. في اللحظه دي هم الثلاثه بيبداوا يسمعوا صوت الوحش، لكن لسه محدش شافه، وكل ما ده الوحش عمال بيقرب منهم وبيمشي حواليهم، وكانوا حاسين بيه قريب منهم جدا، لكن برضه محدش شايفه. وهنري بياخد شيرلوك للمكان اللي ابوه اتقتل فيه. فشيرلوك بيقف في نفس المكان. في اللحظه دي شيرلوك بيشوف الوحش قدامه فوق، وشيرلوك اول ما شافه اتاخد، والاول مره في حياته بيحس بالخوف وبيهرب من المكان. ولكن مع ذلك شيرلوك بينكر قدام هنري ان هو شافه. هنري قال له ايه ازاي؟ ما انا كنت واقف جنبك وشفته ومتاكد انك انت كمان شفته. شيرلوك قال له قلت لك ما شفتش حاجه، وسابهم هما الاثنين ومشي. فواتسون بيروح بيقعد مع شيرلوك وبيقول له ايه اللي حصل؟ شيرلوك قال له ان هو شاف الوحش، وفعلا كلام هنري كله صحيح. الوحش ده عباره عن ذئب ضخم جدا وعينيه حمراء ومتوهج بينور. فواتسون في اللحظه دي اخد كلامه بطريقه كده وما كانش مصدقه، وكان فاكره بيهزر يعني، وقال له ده انت يا شيرلوك بالذات دونا عن كل الناس المفروض ما تقولش الكلام ده خالص، لانك انت دايما بتسمع للمنطق ومفيش حاجه اسمها وحوش. فشيرلوك في اللحظه دي راح مزعق فيه وقال له انا مش بهزر، انا بقول لك انا شفته فعلا، انت مش شايف شكلي عامل ازاي؟ انا مرعوب يا واتسون، انا اول مره في حياتي احس بالخوف بالشكل ده. فواتسون لما حب يقول له انه تقريبا اللي شافه ده تهيؤات، وان يعني اكيد مفيش حاجه اسمها وحوش، شيرلوك اتعصب عليه بزياده وراح مزعق فيه واحرجه وسط الناس. فواتسون قام وسابه ومشي. واتسون بعد كده في نفس الليله دي بتجيله رساله من شيرلوك. فواتسون افتكرها رساله اعتذار يعني وكده، لكن شيرلوك كان بعت له صوره الدكتوره اللي اسمها موري بتاعه هنري، وقال له بقول لك ايه دي الدكتوره النفسيه بتاعه هنري، فروح واتكلم معاها وحاول تعرف منها اي معلومات شخصيه عن هنري او حتى والده اللي اتقتل، لان اكيد هنري قايل لها على كل حاجه. فواتسون على طول بيروح بيقابل الدكتوره دي وبيقول لها ان هو كمان دكتور، فمهنيا يعني عاوز يعرف منها شويه معلومات شخصيه عن هنري. لكن الدكتوره رفضت وقالت له ما ينفعش طبعا اقول اسرار المرضى بتاعتي. لكن مع ذلك واتسون ثبتها وقال لها خلي بالك انا ليا صديق لسه شايف الوحش الليله دي وداخل في حاله صدمه، فانا بحاول اساعده بكل الاشكال، واي معلومه انت ممكن تقولها لي دي اكيد هتفيدني. فالدكتوره في اللحظه دي سكتت شويه وكانها كده ناويه تقول لواتسون حاجه، ولكن في اللحظه دي بيجي لهم الدكتور فرانك وقال شويه كلام كده فحواه ان واتسون وصديقه شيرلوك بيحققوا رسميا في القضيه. فدكتوره موري اول ما سمعت كلمه تحقيق رسمي حست كده ان واتسون كان بيشتغلها يعني، ويقول لها ان صديقه تعبان وبيحاول يساعده علشان ياخد منها اي معلومات. فعلى طول سابته وقامت ومشيت. والليله دي بتعدي. تاني يوم واتسون وهو قاعد مع نفسه كده بيحاول يربط الاحداث، شيرلوك بيجي له وكانت حالته النفسيه احسن بكتير. طبعا لما قابل واتسون كان بيحاول يعتذر له، لكن واتسون ما كانش قابل منه الاعتذار، اللي هو يعني تتخاصمني في حاره وتصالحني في شارع او حاجه زي كده يعني، انا مش فاكر المثل كويس. ايه المهم يعني شيرلوك اخيرا بيقدر يصالح واتسون، ولكن في اللحظه دي بيقابلوا المعاون اللي هم يعرفوه واللي اسمه كريج. فشيرلوك واتسون سالوه انت ايه اللي جايبك هنا؟ كريج قال لهم ابدا انا جيت هنا بس بالصدفه يعني علشان اقضي الاجازه بتاعتي. شيرلوك قال له ما تستهبلش، انت لسه اساسا مخلص الاجازه بتاعتك والتان بتاع الشمس باين على وشك. وقال كريج يالا انت اللي جايبك يالا قول الحقيقه. وبيطرح ان اخو شيرلوك اللي هو مايكروفت هو اللي اساسا بعت كريج خوفا على شيرلوك. اما شيرلوك في اللحظه دي فبيعمل فنجان قهوه لواتسون كان هو من الاعتذار كده، ودي حاجه شيرلوك اول مره يعملها. ومش بس كده، ده كمان كان حريص جدا انه يعرف اذا كانت القهوه عجبت واتسون ولا لا. المهم كريج بيقول لشيرلوك ان هو هيتكلم مع السلطات المحليه، وانه لو عايز اي حاجه علشان يحل القضيه دي يقول له على طول، وسابهم ومشي. في اللحظه دي شيرلوك بيقول لواتسون ان هو شاف الوحش ده فعلا، عينيه حمراء ضخمه جدا مشعر قوي وكمان متوهج، وقال له بقول لك ايه احنا لازم نرجع القاعده تاني علشان نلم معلومات. وفعلا بيروحوا القاعده تاني، والمره دي شيرلوك كان متفق مع واتسون ان هو يعني يلاهي السلطات اللي هناك، وواتسون يخش كده خلسه في المعامل القديمه، وده علشان يشوف اذا كان بيحصل فيها اي حاجه غير طبيعيه. ولكن واتسون في اللحظه دي بيشوف قفصه كبيره معظمها فاضيه، بس منهم قفص مكسور ومفتوح، وهوبا كده واتسون بيسمع صوت الوحش حواليه ولكن مش شايفه. وفي الوقت ده واتسون حس ان الوحش جاي من وراه، ده اللي خلى واتسون فكر بسرعه وراح بسرعه دخل جوه قفص وقفل على نفسه. المهم واتسون في الوقت ده على طول بيتصل بشيرلوك
شيرلوك علشان يلحقه. فشيرلوك قال له انت فين طيب؟ فواتسون قال له على المكان اللي هو فيه. شيرلوك قال له خليك مكانك انا نازل لك فورا. فواتسون قال له بسرعه ما تتاخرش، الوحش ده يقدر يكسر القفص ويدخل لي. في اللحظه دي واتسون بيسمع صوت الوحش قريب منه جدا، ولكن الغريب انه مش بيلاقي الوحش هو اللي جاي عليه انما شيرلوك نفسه. فواتسون في اللحظه دي تنفس الصعداء، والمره دي واتسون هو اللي بيقول لشيرلوك ان فعلا الوحش ده موجود وان هو كان غلط وان شيرلوك هو اللي صح. ولكن شيرلوك في اللحظه دي هو اللي بيقول ان واتسون هو اللي كان صح، وان مفيش حاجه اسمها وحش من الاساس، وان كمان اللي واتسون شافه ده عباره عن خيالات هلاوس. وقال له واتسون الوحش اللي انت شفته عينيه حمراء متوهج وكبير جدا مش كده؟ واتسون قال له فعلا ايوه. شيرلوك قال له انت عارف ليه انت شفت الوحش ده بنفس الوصف اللي انا قلت لك عليه قبل كده؟ علشان انا اوريدي قايل لك على نفس الوصف ده. احنا في حد بيلعب بينا يا واتسون، في حد خدرنا بغاز هلاوس. ولكن السؤال بقى احنا اتخدرنا ازاي؟ لانك انت في مخدر اتحط لك. وشيرلوك على طول بيروح تاني لدكتوره ستابلون وبيقول لها هو فين المخدر يا هانم؟ ستابلون قالت له مخدر ايه لا مؤاخذه؟ قال لها المخدر اللي انت بتخدرنا بيه ما تستهبليش. ستابلون قالت له صدقني انا ما فيش عندي ولا مخدر، انا هنا بعمل تجارب وراثيه وبس. فشيرلوك في اللحظه دي افتكر حاجه مهمه، الا وهي ان في الليله اللي شاف فيها الوحش هو وهنري هما الاثنين كانوا شربوا قهوه مع بعض، وكمان حطوا سكر في القهوه دي على عكس واتسون اللي ما شربش قهوه ليلتها، وان اكيد القهوه دي او السكر ده كان فيهم المخدر. علشان كده شيرلوك وهنري شافوا الوحش اما واتسون ما شافهوش، لان هما كانوا بيهلوسوا اما واتسون فما كانش بيهلوس. فواتسون قال له حلو قوي، النهارده بقى انا اتحط لي المخدر فين؟ شيرلوك قال له مش عارف، بقول لك ايه، خد السابلوس واخرجوا بره، انا عاوز اقعد لوحدي علشان افكر كويس. وفعلا شيرلوك بيقعد مع نفسه كده وبيفضل يفكر في الجمله اللي هنري افتكرها اللي هي الحريه من ايه. فضل بقى يحط كلمات محتمله لجمل مشهوره جدا بتبتدي بالحريه من وبيتوصل للجمله النهائيه الا وهي الحريه انديانا HOUND بالكابيتال بما معنى كلب بري. في نفس اللحظه دي على الجانب الثاني هنري كان عند الدكتوره بتاعته واسامه كان بيفتكر اللي بيجرى. يعني هنري توغل قوي جوه خياله، ده اللي خلاه هو مش في وعيه وكده طلع المسدس وراح ضرب طلقه جنب الدكتوره. ولكن الحمد لله بعدها هنري بيفوق، فعلى طول ساب الدكتوره ومشي وهو منهار. شيرلوك على الجانب التاني بيتكلم مع السابلوس وبيقول لها على الجمله اللي توصل لها، وبيطرح ان الجمله دي مش جمله، ده مشروع كبير. لان السابلوس اول ما سمعت الاسم قالت له ان الاسم ده كان لمشروع قديم شويه اتعمل في القاعده هنا، ولكن المشروع ده اتقفل لانه كان مشروع غير اخلاقي. ولما حبت تدخل على الملفات بتاع المشروع ده ما قدرتش توصل لها، وده لان صلاحياتها محدوده. فشيرلوك قال لها خلاص احنا نخش بالاكونت بتاع رئيس القاعده. السابلوس قالت له يا ذكائك يا اخي، وهنجيب الباسورد بتاعه منين؟ شيرلوك قال لها سهله، كلميني عنه لو سمحت، قولي لي ايه صفاته وايه اسلوب حياته وكل حاجه عنه. وشوف يا اخي شيرلوك قدر بذكائه من شويه المعلومات اللي هو عارفها عنه انه يقدر يتوقع الباسورد بتاعه لو الانقح ان هو طلع صح. وبيدخلوا على الملفات وبيطرح ان الحروف الكابيتال اللي هي HOUND اللي معناها الكلب البري دي كانت اول الحروف من كل اسم من اسماء العلماء اللي كانوا شغالين على المشروع ده. والمشروع ده بيتضح ايه؟ مشروع عن غاز اعصاب اي حد بيستنشقه بيدخل في مرحله هلاوس بتجننه وممكن تخليه يأذي كل الناس اللي حواليه. ومين كان شغال على المشروع ده وقتها وكان لسه صغير؟ دكتور فرانك. ده اللي خلى شيرلوك في اللحظه دي ادرك ان دكتور فرانك هو اللي ورا البلاوي دي كلها. وبيطرح ان فرانك كان متضايق جدا ان المشروع ده اتقفل، فبعد 20 سنه من قفله فرانك رجع اشتغل تاني عليه بشكل سري. ولكن ابو هنري كان اكتشف الموضوع ده. في اللحظه دي دكتوره موري بتتصل بواتسون وبتقول له على كل اللي حصل من هنري، وبتقول له كمان ان هنري مشي وراح ناحيه الغابه ومعاه المسدس وخايف عليه يعني لاحسن يعمل في نفسه حاجه. فشيرلوك لما بيسمع المكالمه دي بيتصل بالمعاون كريج وبيقول له بقول لك ايه، تعال لنا في المكان الفلاني وسط الغابه وهات معاك السلاح بتاعك. وهنري في اللحظه دي على الجانب التاني كان وصل للمكان اللي ابوه اتقتل فيه ومعاه المسدس علشان يقتل بيه الوحش اللي هو خلاص بقى مش بايع على اي حاجه. ولكن بعدها بشويه بيتفاجئ بشيرلوك وواتسون داخلين عليه وبيقولوا له اهدى، انت ليك 20 سنه بيتلعب بيك، وده لان في شخص ما كان بيتحكم فيك علشان يخليك ساكت ويبينك قدام الناس على انك مجنون وبيتهيالك حاجات، لانك انت كنت الشاهد الوحيد على قتل والدك وانت الوحيد اللي شفت الشخص اللي قتل والدك. فهنري قال له ايه انت بتقول ايه؟ اللي قتل والد الوحش. شيرلوك قال له لا، اللي قتل والدك بني ادم، وبني ادم انت عارفه كويس، وارجع كده بالذاكره بتاعتك شويه لورا هتفتكر كويس ان هو ما كانش وحش وانه كان بني ادم. فهنري في اللحظه دي بيرجع بالذاكره بتاعته تاني وبيدرك فعلا انه ما كانش وحش وانه كان بني ادم لابس قناع بتاع غاز، والشخص ده وقتها هو اللي قتل والده، وعدسات القناع بتاعه كان لونها احمر. ده اللي خلى هنري مع الغاز اللي شمه ومع الصدمه بتاعته طور الحكايه جوه عقله وحاول
يحول البني ادم ده لوحش، وده لانه وقتها كان طفل يعني وما كانش قادر يحتمل كل اللي شافه. ومن وقتها الشخص ده اللي قتل ابوه بقى بيتحكم فيه وبيشممه الغاز على طول علشان يبينه مجنون ويعيشه وسط الاوهام والتهيؤات دي. في اللحظه دي كريج بيجي لهم، ولكن مش بس كريج، ده كمان بيجي لهم الوحش، وبيطرح ان الوحش موجود، كلب كبير بعينين حمراء وضخم جدا. لكن شيرلوك كان متاكد ان ده مش وحش، فراح عليه وضربه وشال من على وشه القناع. وبيطرح ان ده دكتور فرانك جاي لهم ولابس القناع كالعاده يعني، لانه متاكد كويس ان هم شايفينه على انه وحش. في اللحظه دي شيرلوك بيدرك ان الغاز وسط الضباب اللي هم فيه، وان الضباب اللي هم فيه ده مش ضباب، ده غاز الاعصاب دكتور فرانك ده هو اللي مسيبه عليهم. في اللحظه دي هنري انقض عليه وقال له ايه ده 20 سنه مخليني عايش في العذاب ده كله علشان تبيني مجنون قدام الناس ومحدش يصدقني لو اتكلمت، وعلشان ما افتكرش انك انت اللي قتلت والدي. وكان عاوز يخلص عليه، ولكن بسرعه بيشيلوا هنري من فوقيه. فدكتور فرانك في اللحظه دي بيستغل ان هم مش واخدين بالهم وبيجري من وسطهم، ولكن من حظه المنيل بيدخل جوه حقل الالغام اللي موجود هناك وبيدوس على اللغم وبينفجر، والليله دي بتعدي. تاني يوم واتسون بيقول لشيرلوك في حاجه برضو انا مش فاهمها. فشيرلوك قال له ايه؟ واتسون قال له اليوم اللي انا رحت فيه المعمل ده واتهيالي ان الوحش حواليا وعاوز يخلص عليا، انا وقتها متاكد ان انا ما شميتش غاز. شيرلوك قال له ايه؟ مش عارف صدقني. فواتسون في اللحظه دي قال له يا ابن اوعى شيرلوك تكون حطيت لي المخدر في القهوه اللي انت عملتها لي. شيرلوك قال له ايه؟ انا؟ لا طبعا ولا ده انت حبيبي. بعد كده قال له بصراحه انا عملت كده، وده لان كنت عاوز اجرب عليك هل لو انا حطيت لك مخدر هلاوس انت هتشوف نفس اللي انا شفته بما ان انا حكي لك عليه قبل كده، ولا هتشوف حاجه مختلفه؟ ولقيت ان اللي حصل معايا حصل معاك، بس يعني هي كانت وجهه نظر كده كنت عاوز اتحقق منها يعني مش اكتر. واصلا قال ولا يهمك يا سيدي، اعتبرنا فار التجارب بتاعك، ما هي علاقه صداقه منيله في 60 نيله. ولغايه هنا الحكايه بتنتهي. لو انت اول مره تسمعني مش مشترك في القناه فيا ريت تشترك وتفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل. تمام؟ دي حاجه. تاني حاجه بعد ما تشترك كده وتنور القناه جنب كلمه مشترك هتلاقي علامه الجرس، دوس عليها واختار الكل او اول. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.